متابعي الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الله ييسر الامور للجميع. سمحوا لي طلعت الدجاج داز بحال هذا السيد الغبره. واحد الموضوع بغيت نناقشوا معاكم، الله يجازيكم بخير. هو ما فهمتش انا القرارات اللي كتاخذ الدوله هذه، هاد وزاره الفلاحه، بالنسبه لهذا الشيء ديال التسمين والناس اللي كدير التسمين ديال العجول وهادشي، راه عارفين شنو وقع. بالنسبه منعوا بان العجله ما تبقاش تذبح في بوطوار، ما تبقاش تذبح. قرار جا مفاجئ. ودابا السيد مسكين اللي كاسب وعنده 10 واللي عنده 5 مسكين كيعلفهم باش يبيعهم للكزار. ما فهمت انا كيفاش غيتعامل مع هذا الوضع هذا، ومسكين خاسر على زباله ديال العلف والعلف راه غالي. وكيفاش غادي يدير هذا السيد مسكين، كيفاش غيتعامل دابا مع هذا الوضع هذا؟ ما فهمتش هذا القرار هذا. والله هذا القرار مفاجئ، ما فهمتش انا وحق الله العظيم. خاص كساب ما يبقاش يكسب وصافي. هادشي اللي بان لي. هاهي دابا العجله ما تبقاش تذبح في البوطوار شنو السبب؟ البقر قليل فعلا، راه الناس كتموت لها البقر، الناس ما لاقي ما توكل. ولكن عاوتاني يجي القرار مفاجئ بحال هكا، راه صعيب الحال شويه، والله الا صعيب بالله. انا كيبقى فيها مسكين دابا داك اللي رابط مسكين عنده عجلات كي جامع فيهم فليسات ومسكين كيعلف، غيجي دابا غيسمع هذا القرار، ما بقاش الكزار غياخذ من عنده العجله. علاش اسيدي؟ العجله ما بقاش كتذبح. لا اله الا الله وصافي. زعما والله العظيم هادشي كيضر في الخاطر وحق الله العظيم. فين غادي مسكين هذا الكساب وفين غادي هذا الفلاح؟ لا حول ولا قوه الا بالله. دابا العجله ما بقاش تذبح وغير تذبح غير العجله السمينه اللي موالف كيعلف العجله، وهادي ما غاديش يبقى يذبحها. تمنعت في بوطوارات وتمنعت في جميع المجازر المغربيه، ما تبقاش تذبح العجله، يتذبح غير العجل. وما فهمتش انا الناس اش غيديروا معاهم دابا، والله العظيم بالله. بقى فيه هذا الموضوع هذا، بقى فيه بزاف ضرني في خاطري هذا الشيء هذا وحق الله. الكساب الصغير مسكين خاصو ما يبقاش صافي، الدرويش خاصو يمشي في حاله باش يموت، يشري شي قنبه ويربط بها راسو بلاصه داك العجل ويسد عليه في شي كوريش يموت. هادشي اللي كاين. الله يدير شي تاويل الخير، والله ييسر الامور للجميع. الله يكون في عوان الكساب. هادشي اللي غنقول لك، الله يكون في عوانه والله يرحمنا من عنده. هادشي ما كيضر في الخاطر وما كيبشرش بالخير. والله ييسر الامور للجميع. تحياتي لكم جميعا.